نما إلى علمي، وعنوان هذه الخطبة إلى مصر المسلمة، إلى مصر المسلمة. نما إلى علمي أن أخا مصريا يشكو من الجفاء والاستخفاف من بعض الناس، وشابهني بعضهم بهذا، فقلت لا بد أن أؤدب بعض السفهاء وأن أكلم أظفارهم وأن أخبرهم ما هي مصر، وماذا تعني مصر، ومن هم المصريون، وماذا يعني وادي الكنانة أو وادي النيل. إن مدحي لمصر وثنائي على مصر كمدح الأعرابي وثناء الأعرابي للقمر. كان يمشي في الظلام الدامس وفجأة طلع عليه القمر، فأخذ الأعرابي يناشد القمر ويشكره ويقول: يا قمر، إن قلت جملك الله فقد جملك، وإن قلت رفعك الله فقد رفعك. من أين أبدأ يا مصر، وكيف أتحدث، وبأي لسان أنطق؟ إنني سوف أدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا ذكرت مصر، وإن الدنيا سوف تصفق لي ويصدقني الدهر إذا ذكرت مصر. مصر المسلمة التي شكرت ربها وسجدت لمولاها، مصر التي قدمت قلوبها طاعة لربها وجرت دماؤها بمحبة نبيها عليه الصلاة والسلام. إن لك يا مصر في عالم البطولة قصة، وفي دنيا التضحيات مكان، وفي مسار العبقرية كرسي لا ينسى أبدا. دخلت مصر في الإسلام طوعا، ودخل الإسلام قلب مصر حبا، وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالى فذادوا عن دينه وحموا شرعه ونشروا منهجه. وأحب المصريون محمدا عليه الصلاة والسلام كأشد ما يحب التلاميذ شيخهم، والطلاب أستاذهم، والأبطال قائدهم. معذرة يا مصر، إن بعض السفهاء لا يعرفون هذه الوحدة التي ألفها محمد عليه الصلاة والسلام. إنهم لم يدخلوا جامعته الكبرى التي جعل أعضاءها كل خير في الدهر وكل إنسان في المعمورة. معذرة يا مصر، يا أرض الأزهر الوضاء، ويا أرض البطولة والفداء، ويا أرض العبقرية والأذكياء. أنا أعلم أن في الشعوب فسقة ومجرمين، وأنهم لا يستحقون الثناء، ولا أستثني شعبا، ولكن تبقى الكثرة الكاثرة من المؤمنين المصلين العابدين المضحين الطاهرين. فحق علي على منبر محمد عليه الصلاة والسلام أن أشكر أتباعه في مشارق الأرض وفي مغاربها، في مصر وفي غير مصر، هنا وهناك، اليوم وغدا وأمس. أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر؟ وأي مؤسسة علمية في المعمورة ليس فيها مصر؟ وأي مسار ثقافي لم يشارك فيه المصريون بعقولهم وأبصارهم وبصائرهم؟ أنزلت سفينة الفضاء الأمريكية على سطح القمر بقدرة الواحد الأحد ثم بعقل المصري. بهاليل في الإسلام سادوا لم يكن لأولهم في الجاهلية أول. بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن لأولهم في الجاهلية أول. هم القوم إن أعطوا أطابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا.
ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا في النائبات وأجملوا. إنني لا أنتظر شكرا من أحد إلا من الله على هذا الكلام، ولكن أريد أن أرد على بعض الأقوام الذين أصابتهم لوثة الوطنية ولوثة العرض ولوثة البلد ولوثة الدم ولوثة اللغة المزعومة ولوثة القومية المهترية. أصاب المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط أكل الأخضر واليابس عام الرمادة، كانت الدنيا تفوح، وقال عمر في تلك الأيام: والله لا آكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله الغمة عن المسلمين. وبقي مهموما هما يتأوه منه ليلا ونهارا. نزل الأعراب حوله في العاصمة الإسلامية المدينة المنورة بخيامهم، كان يبكي على المنبر عام الرمادة وينظر إلى الأطفال وهم يتضورون جوعا أمامه، وود أن جسمه خبزا يقدمه للأطفال، فأخذ يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين. لأنه يرى أنه المسؤول الأول عن الأكباد الحرة والبطون الجائعة. وفي الأخير تذكر عمر أن له في مصر إخوانا في الله، وأن مصر بلدا معطاء سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ العاصمة الإسلامية. وكان والي مصر عمرو بن العاص الداهية العملاق، كتب له عمر رسالة اسمع نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص، أما بعد فواغوثاه واغوثاه واغوثاه والسلام. وأخذها عمرو بن العاص وجمع المصريين ليقرأ الرسالة المحترقة الملتهبة الباكية المؤثرة أمامهم. ولما قرأها عمرو أجاب عمر على الهواء مباشرة وقال: لا جرم والله لأرسلن لك قافلة من الطعام أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. وجاد المصريون بأموالهم كما يجود الصادقون مع ربهم، وبذلوا الطعام وحملوا الجمال، وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل، تحمل النماء والحياة والخير والرزق والعطاء بعاصمة الإسلام. ودعا لهم عمر وحفظها التاريخ لهم حفظا لا ينساه أبد الدهر. دخل التتار العالم الإسلامي فاجتاحوه ودمروه، هدموا المساجد ومزقوا المصاحف وذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال وعبثوا